انا واثق دلوقتي ان لو سألتك وقلت لك مين اللي بنى مصر هتقول لي اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني، وهترد عليا باسرع اجابة في التاريخ. وطبعا دي حاجة تفرحني وتشرفني كمان ان كلنا عارفين تاريخ بلادنا العظيمة مصر. بس دماغك كمان هتوديك بسر انك انت جاوبت بسرعة لأغنية الأستاذ علي الحجار والشاعر سيد حجاب لما قال اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني. علشان كده يا ولاد مصر، مصر يا ولاد حلوة الحلوان. طب تعال احكي لك هو فعلا كان حلواني ايه بالظبط. تعال انا اقول لك. اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني، كلمة اقولها كده وافتخر بيها، فعلا كان حلواني وابدع في بناء مصر هو جوهر الصقلي، واحد من اشهر واعظم القادة العسكريين اللي حكموا مصر ايام الحكم الفاطمي لمصر. ولكن هو كان قبل ما يبقى حاكم عسكري وليه غزوات وفتوحات، ويعني افتتح المغرب والحجاز وبلاد كتيرة قوي، وليه شواهد موجودة في مصر الفاطمية من مباني وعمارة، ومنها الجامع الأزهر الشريف. كان بيتباع مملوك للخليفة المنصور بالله الفاطمي، وثبت جدارته في الجيش أيام حكم الفاطميين في مصر، فبقي قائد عسكري عظيم. فعلا هو من جزيرة صقلية، وكان قبلها بيشتغل حلواني كنافة وحلويات. مش بقول لك طلع حلوة في كل حاجة. إن شاء الله تعالى يا رب يحفظ مصر إن شاء الله أرضا وشعبا، ودايما محفوظة بالله سبحانه وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. شفت بقى اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني مش فكهاني. حتى لو الاتنين حلوين، بس هي ده أصل الحدوتة. مش بقول لك كل ما هو حصري عندنا بس في حكاوي مصري. سلام.